بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اليوم في معرض إدارة أبو جراس التعليمية، معرض ختام الأنشطة اللي هو بيعبر عن إبداعات التلاميذ ومواهبهم. بتكون عرض في نهاية العام الدراسي. العرض بيبدأ بعروض رياضية، ثم عروض مسرحية وموسيقية، ثم عروض بعد كده الإبداعات بتاع الطلاب مع التلاميذ، غرفة التربية الفنية، غرفة الاقتصاد المنزلي، غرفة المجال الصناعي، غرفة الوسائل التعليمية، كل مجالات الأنشطة واخد بالك حضرتك. تجولنا فيها وكانت فيها إبداعات ومحطات كويسة من التلاميذ. ده جانب تطبيقي للجانب التعليمي اللي بياخده التلميذ. احنا عارفين عندنا دايما التلميذ بيبقى عنده أهداف يحققها من العملية التعليمية، هدف معرفي واكتساب المعارف والمعلومات اللي بتنمي ثقافته وفكره. بعد كده بيترجم ذلك إلى هدف مهاري اللي هو بيظهر فيه إبداعاته ومهاراته الحياتية اللي بيستعين بها على الحياة، اللي بتخليه يبقى محب الوطن. وده الهدف الثالث اللي هو الهدف الوجداني. من خلال هذا المعرض ظهرت إبداعات وجهود أبناء الطلاب بدعم طبعا وتدريب زملائنا المعلمين، وتحت قيادة إدارة المدارس والتوجيه العام والتوجيه المختص. وكان العرض ممتع، وأشكر الجميع على مشاركتهم، وأتمنى المزيد من الرقي والتقدم للعملية التعليمية لمديرية المنيا التعليمية. خليك واحد لك تأثير، أبسط حاجة هتقدمها ممكن يومها تساوي كتير. طول ما في